طبعا في الزمن اللي احنا عايشين فيه بنلاقي نوعين من الاعلام. الاعلام الاولاني اللي هو احنا بنسميه اعلام التطبيل، والاعلام التاني بنسميه اعلام التغييب. اعلام التغييب اللي بيضحك عليك وبيغشك وبيصور لك ان العيب في القياده بتاعتك او في الحكومه، وان الدنيا زي الفل والناس كلها حراميه وهم الشرفاء. عشان كده احنا هنركز عليهم شويه. تعالوا نشوف الفيديو ده بيتكلم على الرافال او طيارات الرافال. شوف بيقولوا ايه. تأكدنا من ده. الليموند بتؤكد، اسوشيتد بريس بتؤكد، العالم اجمع يتساءل عن هذه الصفقة اللي فرنسا يعني فشلت فيها مع المغرب فعليا، ورغم العلاقات الوطيدة بين المغرب وفرنسا، وفشلت فيها مع البرازيل بعد مفاوضات طويلة كانت اكتر من سنة، وفشلت فيها مع الامارات، وفشلت فيها مع قطر، وبقى لها 3 سنين بلا نتيجة مع الهند. ومصر بتكتشف ما اجمع العالم كله ان هو صعب انه يحصل، انها تشتري الترماي زي ما قلت في مقدمة يوم الاربع. كيف ترى هذه الصفقة؟ دي وجهة نظرنا، ولكن مع كل الاحترام لوجهة نظرك اللي حضرتك هتقولها، كيف ترى هذه الصفقة وطائرات الرافال ال 24 طيارة اللي هيجوا مصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم يا استاذ معتز. انا عايز انظر الموضوع بنظره منطقيه وتحليل واقعي مسنود لارقام، وعشان لما حد يناقش معانا الصفقه يكون بيستند بوقائع وحقائق، ما يقولش ان احنا بنتكلم من وجهه نظر انفعاليه او لان احنا يعني هو الراجل عايز يقول الصفقة دي فاصلة، الصفقة فاشلة، العالم كله رفضها، العالم كله مش عارف مين. طيب بداية كده تعال نرد عليه رد بسيط جدا على السريع عشان تعرفوا اللي عهر الإعلام. تمام. ده طبعا موقع فرانس 24، موقع بتاع فرنسا. طبعا اليابان أو الهند اشترت 36 طيارة رافال من فرنسا. أعلن رئيس الحكومة الهندي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي عن أن بلاده قررت شراء 36 طيارة مقاتلة من فرنسا. يبقى الهند اشترت 36 طيارة مقاتلة من فرنسا. دي مين؟ دي قطر. قطر تشتري 24 طيارة رافال من فرنسا. وقعت قطر صفقة مع فرنسا لشراء 34 24 طيارة من طراز رافال التي تصنعها مش عارف شركة ب 6.3 مليار أي 7 مليار دولار. إن قطر قام باختيار جيد. وقعت الصفقة وكلام كده كتير. طيب منين بقى الصفقة أو البتاع فاشلة، ومنين هو بيقول الدولتين ما اشتروهاش؟ فإن من الواقع إن في دولتين اشتروها اللي هي قطر والهند. طيب في سؤال بيطرح نفسه بقى ويجب ان احنا نناقشه بشكل اكبر. هو الراجل طبعا بيتكلم على الفساد او مثلا اللي بيسموه رشاوي. اي قطر اشترت 24 طياره من طراز رفاه، ماشي مفهوم. قطر تشتري 15 12 ولا كام؟ قطر تشتري طيارات مقاتلات اف 15 بقيمه 12 مليار دولار. يبقى عندي رافال واجيب اف 15. طيب ماشي، رافال اف 15 يعني شكلها تبقى حلوه. قطر تشتري 24 طيارة مقاتلة من بريطانيا اسمها تeflon. طيب يعني دلوقتي قطر اشترت طيارات من فرنسا، طيارات من بريطانيا، وطيارات من مين؟ من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. طيب هو ده مش فساد؟ هو ده مش الأجدى اللي هنتكلم فيه؟ ازاي تشتري طيارات تقوم بهدف واحد وتجيبها بشكل مختلف او بشكل باعداد كده؟ ازاي هيتجانسوا مع بعضهم وهم ليهم هدف واحد؟ وان قطر طبعا ما عندهاش جيش، بس ده دليل قطعي ان الفساد اذا كان في مصر شبر ففي قطر كيلو. ازاي يشتري 3 انواع من الطيارات غالبا منهم نوعين بيقوموا بنفس الدور وعادي؟ ده بيدلك على ايه؟ بيدلك على العهر والفساد الاعلامي. كذب في نفس الوقت ساب قضيه اللي هو بيتكلم عن الفساد وبيحارب الفساد. فواضح ان قطر فيها فساد اكتر من مصر.